السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بالجديد والمفيد فعلم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد فعلم التطبيقات في القناة. عندي اطرافك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق مالي يور سمارت ماني اب. التطبيق ده مساحته 56 ميجا وحمله اكتر من 10,000 شخص. التطبيق ده تطبيق اماراتي موجود في دولة الامارات. بتقدر من خلال التطبيق ده او التطبيق ده بيفيدك في الشؤون المالية. يعني ايه؟ يعني عايز تحول فلوس من شخص لشخص، عايز تحول من حسابك او من موبايلك لشخص تاني، تديله فلوس، تبعت له فلوس، عايز ليك عند حد فلوس عايز تاخدها منه، بتقدر تعملها من خلال التطبيق ده. عايز تدفع فواتير، تحتفظ بالفواتير بتاعتك بحيث ان هي تجيلك اشعار بيها اول كل مثلا شهر او اول ما الفاتوره بتاعتك تنزل. فواتير بقى كهرباء، فواتير ميه، فواتير غاز، فواتير اقساط، اي حاجه من الحاجات دي. بتقدر تعملها من خلال التطبيق، ان انت تحتفظ بالفواتير بتاعتك اللي انت بتدفعها مثلا كل شهر، بحيث ان اول ما الفاتوره تنزل يجيلك اشعار بيها يقول لك ده ميعاد الفاتوره والفاتوره نازله بمبلغ قد كده. كمان لو عايز تجمع انت واصحابك مثلا وتشتركوا مثلا وتجيبوا حاجه، بتقدروا انتوا تجمعوا او مثلا حد عنده مناسبه وحابين انتوا تجمعوا تبعتوا له الفلوس ليه مره واحده. حابين ان انتوا تعملوا اي حاجه، تشتروا حاجه، تشتركوا مع بعض في شراء حاجه. التطبيق كمان بيبعت لك اشعارات اول باول بالفلوس بتاعتك اللي انت حولتها. يعني كل ما بتخصم من لما بيجي لك فلوس من حد حولها لك او انت حولت لحد فلوس، بيجي لك اشعار على طول على التطبيق ان تم تحويل مبلغ فلاني ورصيدك قد كده ورصيدك نقص او رصيدك زاد. كمان بتقدر ان انت يجي لك الاخبار عن الحاجات يعني الشؤون المالية الخاصة بالتطبيق. يعني سواء في أي تحديث في التطبيق أو أي حاجة نزلت جديدة للتطبيق بيجي لك إشعار بيها، يقول لك إن التطبيق مثلا دلوقتي في التحديث بتاعه الأخير بقى بيشمل كذا وبقى بيشمل كذا وبقى بيشمل كذا، فأنت ممكن تعدل دلوقتي عشان تقدر تستفيد بالمميزات الجديدة. كمان بتقدر كل ما بتدعو حد من أصدقائك إن هو يحمل التطبيق ويتعامل عليه، بيجي لك مكافآت ويجي لك هدايا من خلال التطبيق ده. كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق انه بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة ان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية وما فيهوش لغة عربية، ودي حاجة طبعا مش كويسة من حيث ان هو تطبيق موجود في دولة عربية زي دولة الامارات والتطبيق كله باللغة الانجليزية. بس كده يعتبر بس شرح التطبيق. بالنسبه للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع اللي في اخر كل فيديو عشان لو اي حد شاهد الفيديو وحمل التطبيق ولقى في حاجه مختلفه يكتبها في التعليقات، واحنا دايما بنسيب التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابيه او السلبيه. وشكرا، سلام عليكم.